لا بس بقول لك ايه، المصريين ما سابوش حاجه في حالها، لازم يحطوا عليها التاتش بتاعهم. حتى في حلاوه المولد من اول ما ظهرت من ايام الفاطميين بسم الله الرحمن الرحيم كده ما سموهاش حلاوه المولد، كانوا مسميينها العلاليق. لا اوعى تفهم غلط، العلاليق دي علشان كانت بتتعلق على ابواب المحلات، وبعدين دخلوا على المكونات نفسها بقى وقعدوا يسموا فيها فوليه، سمسميه، حمصيه. ماشي، مفهومين السبب ليه جم على دي بقى وسموها علف. ليه يا عم الحاج؟ ده العلف ده بتاع الحيوانات، ايه اللي جاب الاسم ده في دماغك؟ لا واحنا ندخل على الراجل كده بكل فخر، هات لنا قرص علف لو سمحت. ايه الثقه اللي انت فيها دي؟ ولا القطعه دي بقى انا ما شفتش في حياتي حاجه مهزأه اكتر منها، بتيجي في كل العلب بس ولا كانها جد، بتفضل قاعده في العلبه لحد ما يبان لها اصحاب، وساعات مش بيبان لها، ونفضل ندور هنوزعها على مين. ده من كتر ما هي مهزأه ما بقاش ليها اسم، هي بتتوصف بس البتاع البيضه اللي فيها حمص اللي بتكسر السنان، انت عرفتها كده خلاص. ودي نفس الفكره برضه، بتاع مطاط حمراء كده تقعد تشد فيها لاخر الشارع ما تتقطعش برضه، وهي كمان اسمها مش معروف، اللي يقول لك عليها جيلاتين واللي يقول لك عليها دوميه، مع ان هي ما فيهاش دوم اصلا، وهو كله بياكل ومحدش فاهم حاجه. ودي بقى اسمها حمام جوز هند، مع ان هو ما فيش اي علاقه مباشره بين الحمام وجوز الهند، بس احنا قررنا بقى نجمعهم مع بعض بدون اي سبب علمي، هو مزاجنا كده. ودي بقى اسمها لذيذه. ليه يا عم؟ اصل هي لذيذه بس اللي دقها كان ألدغ في حرف الزال فطلعت لذيذه، وانا مش بقلش على فكره، ده في مؤرخين قالوا كده فعلا. لا ده كان في كمان براغيث الست بس بطلوا يعملوها للاسف. هتيجي واحده تطلع لك تقول لك واشمعنى براغيث الست مش براغيث الراجل؟ لا حضرتك مش ده السؤال دلوقتي، الاهم ليه براغيث اصلا دقت. وست الكل دي بقى من ساعه ما طلعت واحنا ماسكينها تريقه، سوقنا سمعتها خالص. اي واحده حاطه ميك اب اوفر او لابسه لبس ملون بزياده نقول عليها دي شبه عروسه المولد. ما هو انت لو عارف عروسه المولد دي تبقى مين ما كنتش تتريق عليها. العروسه دي حضرتك كانت مرات الخليفه، وكان طبيعي انها تلبس الوان مبهجه علشان الاحتفال اللي كان بيتعمل وقت الاحتفال بتاع مولد النبي، فاحنا عملنا بقى العروسه ديت علشان تبقى شبهها، بس احنا كبرنا الموضوع شويه.